السلام عليكم ورحمة الله. شايفين الليمون المخلل جميل ازاي؟ قوامه مظبوط جدا، مش مهري ولا فيه اي مرارة خالص. تعالوا اقول لكم طريقته البسيطة جدا. شايفين قوامه؟ كان طعمه تحفة، ملحه مظبوط، قوامه مظبوط، كان ولا يعلى عليه. تعالوا اقول لكم الخطوات ونقول بسم الله. انا جبت كيلو ليمون، غسلته كويس جدا. ليمون حجمه وسط كده، انا اخترته ما بين الوسط والصغير زي ما انت حابة، حابة الصغير، حابة الوسط، حابة الكبير، بس دي انسب حجم لليمونة ويكون ملمسها خشن شوية. انا غليت مية على النار وهنزل بيها بالليمون بتاعي عشان يغلي. واول ما المية تغلي وانزل فيها الليمون، المية هتبطل شوية الغليان بتاعها، فبعد ما تغلي تاني هسيبها على النار 5 دقايق. يعني اول ما المية غليت تاني بالليمون هسيبها على النار 5 دقايق، ما نكترش عشان الليمون ما يفتحش مننا. وبعد كده انا هشيله وهحطه في مية فترة عادي، وهقعد اغير عليه المية دي 3 أو 4 ايام. اول حاجة انا غيرته الصبح وفي نص اليوم وفي اخر اليوم، قعدت اغير عليه 3 مرات في اليوم. بعد كده قعدت اغير صبح وليل، سيبته في المية يتغير حوالي 4 ايام بالظبط. ودقته لما لقيته مش ممرر بدأت ان انا اخلله. انا جبت برطمان نضيف وهحط بس في تخليل الليمون ملح، وهحط فلفل حراق كمان عشان خاطر يدي طعم حلو قوي لليمون. انا زودت الفلفل عشان انا كنت عايزة فلفل كمان مخلل مع الليمون. بعد كده رصينا الليمون وبعد كده الفلفل، بعد كده الليمون والفلفل كله طبقات. بعد ما اتأكدت ان كل حاجة اتحطت كده مظبوط، هضيف بقى المية. انا كنت غليت مية وسبتها تبرد معايا. بعد كده هضيفها للملح. كوباية المية دي انا هحط فيها بس الملح عشان ادوبها. هحط بالمعلقة عادي بتاعت الاكل بتاعتنا دي 4 معالق ملح وندوق. يعني انا هدوق المية دي في الاخر خالص، بعد ما اضيف كل المية بتاعتي هدوقها على طرف لساني كده، لو مالح قوي قوي ولا طعمه مظبوط، عشان خاطر الليمون ما يحدقش معايا ولا يطلع دلع، وفي كلتا الحالات يعني ما يعجبناش. فانا بعد ما ازود احط الملح كله واضيف المية بتاعتي هدوق كده على طرف لساني الطعم الملح مقبول ولا لا. انا كده هضيف المية للاخر خالص لحد ما اغطي الليمون والفلفل كله على الاخر. اهم حاجة نغير على الليمون بتاعنا المية بتاعته 3-4 ايام علشان خاطر ما يبقى المرارة بتاعت الليمون تروح. لو انتي مش هتقدري تغيري عليه كل يوم، كل شوية قصدي، يعني 3 مرات في اليوم او مرتين، غيري عليه كل يوم. انا غيرت اول يومين مرتين 3 مرات في اليوم، بعد كده اليومين التانيين مرة الصبح ومرة بالليل، وبعد 4 أو 5 ايام كان زي الفل معاه. 4 ايام. لو انتي مش هتغيري عليه كل شوية، فانتي هتسيبيه في المية دي كل يوم، تغيري عليه المية كل يوم، فيقعد معاكي من 5 ل6 ايام. وبرضو دوقي الليمون ان كان مظبوط ولا لا. وهقفل البطرمان كده بكيس كويس عشان ما ينقطش معايا وانا بقلبه كده، عشان انا كل يوم هرج البطرمان كده من فوق لتحت معايا، هي مرة واحدة بس في اليوم. وبعد 5 ايام الليمون كان متخلل معايا، وممكن تفتحي عليه تشوفيه اتخلل ولا لا. لقيتيه لسه ما تخللش، عادي اقفلي البطرمان تاني، مش هيقولك لا، لحد ما يبقى متخلل معانا وزي الفل. الليمون لو دقتيه مش هيعمل ريم ولا اي حاجة، هو مجرد بس ما تشوفيه استوى ولا لا. طبعا اللي هتدوقيها مش هتحطيها تاني، يعني فاهم، طلعيها وخلاص. قوامه مظبوط جدا، ما تهراش مني. الملح بتاعه مظبوط جدا. انا حطيت على البطرمان ده 4 معالق ملح، كان كيلو ليمون. فلو هتكتري اكتر زي ما قلتلك حطي الملح ودوقي كده بطرف لسانك الملح مظبوط ولا لا، مش هيقولك لا. والسلام عليكم ورحمة الله.